السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن دم انغراس البويضة. كم يوم يستمر وكيف تعرفين أنه دم الانغراس؟ يعد دم انغراس البويضة من أولى العلامات التي قد تشير إلى حدوث حمل مبكر، وهو يسبق ظهور نتيجة اختبار الحمل الإيجابية. لكن الكثير من النساء قد يختلط عليهن الأمر بين دم الانغراس ودم الدورة الشهرية. لذلك في هذا الفيديو بإذن الله سنتناول مدة نزول دم انغراس البويضة وكيفية التمييز بينه وبين أنواع النزيف الأخرى. أولا، ما هو دم انغراس البويضة؟ يحدث دم الانغراس عندما تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم وتبدأ في تكوين المشيمة. هذه العملية قد تسبب نزول كمية بسيطة من الدم، ويحدث ذلك في العادة بعد 6 ل 12 يوم من التبويض. هذا الدم لا ينزل عند جميع النساء، لكنه يعتبر علامة طبيعية وغير مقلقة على بداية الحمل. أولا، كم يوم يستمر نزول دم انغراس البويضة؟ غالبا ما يستمر دم الانغراس لمدة يوم إلى يومين فقط. في بعض الحالات قد يستمر حتى 3 أيام كحد أقصى، ويكون خفيفا ولا يزداد مع الوقت مثل دم الدورة. وإذا استمر النزيف لأكثر من 3 أيام أو أصبح غزيرا فقد لا يكون دم انغراس بويضة، وينصح بمراجعة الطبيبة. ثالثا، كيف أعرف أن هذا دم انغراس البويضة؟ يمكن التمييز بين دم الانغراس ودم الحيض من خلال عدة نقاط. أولا، الكمية. دم انغراس البويضة قطرات خفيفة أو بقع بسيطة. دم الدورة الشهرية غزير ومتدفق بشكل متدرج. ثانيا، اللون. دم انغراس البويضة وردي أو بني فاتح. دم الدورة الشهرية أحمر داكن أو بني غامق. ثالثا، المدة. دم انغراس البويضة من يوم ل3 أيام، أما دم الدورة الشهرية فمن 4 ل7 أيام غالبا. رابعا، التوقيت. دم انغراس البويضة يأتي قبل موعد الدورة بأيام، أما دم الدورة فيأتي في موعده المعتاد أو قد يتأخر. خامسا، الألم المصاحب. دم انغراس البويضة يصاحبه ألم خفيف أو يكون بدون ألم، أما دم الدورة الشهرية فيكون هناك تقلصات شديدة أو متوسطة. رابعا، هل يجب القلق من دم انغراس البويضة؟ لا، دم الانغراس ليس خطيرا ولا يؤثر على الحمل، لكنه لا يظهر عند جميع النساء، لذا غيابه لا يعني أن الحمل لم يحدث. وإذا كان النزيف غريبا أو مصحوب بألم شديد أو إفرازات غير طبيعية فمن الأفضل التوجه للطبيبة للتأكد من السبب. وخلاصة الفيديو، دم الانغراس هو علامة مبكرة على حدوث الحمل، ويستمر غالبا ليوم أو يومين فقط، ويكون خفيفا من حيث الكمية واللون، ويمكن تمييزه عن دم الدورة من خلال توقيته وصفاته. وفي حال الشك ينصح بانتظار موعد الدورة وإجراء اختبار الحمل للتأكد من النتيجة. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.